هل مسكتك للماوس كلو ولا بالم ولا فينجر تيب؟ كل ده انت لازم تكون فاهمه كويس ومذاكر قوي قبل لما تروح تشتري الماوس بتاعك، لان الماوس بتاعك يا صديقي هو اهم حاجه ليك في اللعبه بعد فريمات العاليه اللي بيطلعها الكارت بتاعك، علشان انت تعرف تشوف الانمي بتاعك قبل لما الانمي بتاعك يشوفك. واكيد لازم الشاشه تكون مساعداك انك تشوف الفريمات العاليه دي في الحياه الحقيقيه. خليك معايا في الفيديو ده عشان الفيديو ده فيه فعاليات كتيره جدا مهمه انت لازم تكون حاضرها من اولها لاخرها. عايزك الاول تنزل تحت تعمل لايك وتكتب لي في كومنت انت ايه رايك في الفيديو بعد لما تشوفه ان شاء الله، وما تنساش تعمل لي سبسكرايب علشان تدعمني. الموضوع دوت بيفرق معانا جدا جدا جدا. فيديو النهارده بقى فيديو غير عادي بالمره. فيديو النهارده احنا هنتكلم عن ماوس، بس احنا مش هنعمل فيديو تقليدي. مش هطلع اقول لك ماوس حلو روح اشتريه. انا جمعت كونتنت كرييتورز وستريمرز وبرو بلايرز يشرحوا لنا ايه هم الماوسات بتاعتهم الاول قبل لما نطلع نتكلم عن الماوس بتاعنا، وايه اللي مضايقهم في الماوس بتاعهم، وايه اللي بسطهم منه، وعلى اي اساس قرروا ان هم يشتروا الماوس. في ناس قررت ان هي تشتري الماوس لمجرد اسمه، وفي ناس فاهمه بجد هي اشترت الماوس ليه. خليك معايا في الفيديو وهنشوف كل الكلام ده واحده واحده. خلينا نبدا الاول نشوف الناس اللي شاركت معانا مع بعض وتشوف رايهم ايه في الماوسات بتاعتهم وايه اللي مضايقهم فيها. نتفق او نختلف في الاخر على الماوس اللي معانا النهارده هتشوفوا برضو بعد الفيديو. انا احمد عارف ودي سيجما كمبيوتر. هاي جيمرز، انا مريم. انا حد مهتم جدا بالجيمنج وخصوصا الشوتر جيمز. من اكتر اللعب اللي انا ادكتد ليها هي مثلا بنحتاج ان الماوس يكون وزنه خفيف. يفضل لو الماوس يكون وايرلس. الماوس الواير ساعات بيعطلك، فالماوس لما يكون وايرلس تقدر تتحرك بيه احسن. النص ملي سكند بيفرق معاك. انا الماوس اللي بستخدمه دلوقتي هو لوجيتك جي 102. الماوس ده انا بحبه كل حاجه، بس مشكلتي معاه بطيء شويه وحجم الماوس اصغر من ايدي. فاتمنى يكون في ترشيح مثلا او اي ريكومنديشن لاي ماوس تاني اشتريه غير الماوس ده. السلام عليكم، معاكم احمد جاد، كونتنت كريتور، والمحتوى بتاعي عن كل حاجه تخص التقنيه تقريبا. يعني هتلاقي ليا محتوى عن الهاردوير وعن الموبايلات وعن الاكسسوارات وكمان عن الصيانه. اما عن الماوس الاساسي بتاعي فهو اللوجيتك جي 305. ليه بقى اخترت الماوس ده بالذات؟ علشان وزنه خفيف جدا بالنسبه لي، وكمان حجمه مناسب جدا بالنسبه لايدي زي ما انتم شايفين كده. وثالث واهم حاجه ان الماوس ده وايرلس. وكمان بصراحة وقت ما اشتريت الماوس ده كان صفقة ممتازة بالنسبة لسعره. وفي النهاية أحب أشكر حبيبنا جينكس على الاستضافة الجميلة دي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم شادوز علي عاطف. أنا بستخدم ماوس جي برو وايرد. المميزات اللي ممكن تلاقيها في الماوس إنه حجمه ولا هو صغير ولا هو كبير، خفيف، مش مفهوش أي افتكاسات. هو حاجة كده أنيقة كده، حاجة مفهوش يمين ولا شمال، اللي هو تركب والعب. الماوس حلاوته إنه خفيف. الكليك بتاعته ما شاء الله مريحة، مش الماوس اللي ممكن تدوس لو سبت ايدك عليه تلاقي صباعك بيدوس لوحده. دي مشكلة مثلا كانت بتقابلني في ماوسات تانية. العيوب اللي في الماوس اللي ممكن تكون مضايقاني انه الماوس وايرد وانا بلعب فالورنت، فالمشكلة الحركة دلوقتي بقت عندي صعبة. دي ممكن العيب الوحيد اللي انا قابلته في الماوس لحد دلوقتي، انه الماوس وايرد. اتمنى لو الماوس ده كان وايرلس كان الوضع يبقى احسن. ده كان تقييمي للماوس اللوجيتك جي برو. السلام عليكم، أنا محمد محمود، معروف بموحى في ليج اوف ليجندز وفالورانت كوميونتي، كونتنت كريتور وشاوت كاستر لبطولات ليج اوف ليجندز وفالورانت ووايلد ريفت. الماوس اللي بستخدمه هو لوجيتك جي 305. هو الماوس ده اللي بيعجبني في الماوس ان هو وايرلس، دي حاجة كويسة. عندي الديسك الدنيا مهرجلة شوية، فالوايرلس بيسهل الدنيا عليا قوي في الاستخدام يعني. مع استخدام بطارية أصلية الماوس بيقعد، يعني بطاريته بتقعد مثلا شهرين 3 شهور بدون مبالغة. يعني اوفر اول يعني الماوس ستيبل، التحكم فيه كويس. البكرة بتاعته بعد الاستخدام الكتير لسه شغالة بنفس الكواليتي بتاعتها. يعني في زرار للدي بي اي، في زراير هنا إضافية ماكرو ممكن تعمل لها بايندنج بقى تستخدمها في اللعبة زي ما انت عايز. بس يعني انا شايف ان هو اوفر اول ماوس كويس للناس اللي بتلعب فالورانت، الناس اللي بتلعب ليج اوف ليجندز، الكلام ده كله. ازيكم يا رجاله، عاملين ايه؟ انا مورجان، والفيديو ده بهديه لاخويا وعمي وعم عيالي الفنان جينكس.
او احمد عارف از يو نو هيم. المهم حابب اتكلم عن الماوس السوبر لايت اللوجيتك. انا سامع كده على حاجه على البي سي مش مهم. المهم الماوس ده فيه بروز وكونز خفيفه قوي، او فيه حاجات حلوه وحاجات وحشه. هتكلم عنها سريعا. اول حاجه ان هو وزنه خفيف قوي. تاني حاجه ان هو بيفت بيرفكت في الشيب بتاع ايد اي حد تقريبا. يعني لو انت ايدك كبيره وايدك صغيره الماوس ده حجمه تقريبا مناسب. الديزاين بتاعه الارجونوميك برضو، الحاجات اللي ايدك بترست بيها من هنا جميله. يعني ما هياش كبيره قوي مثلا زي ماوسات الريزر، وما هياش صغيره قوي زي الماوسات اللوجيتك التانيه الصغيره. الحاجات اللي هي بتيجي معاه نسيت اسمها ايه، اللي هي بتتحط كده على الايد عشان خاطر ايدك ما تزحلقش وكده، نسيت والله اسمها ايه. بتبقى جميله برضو، مش محتاج انت تشتري حاجه من بره يعني وهكذا. والكونز الوحيده اللي موجوده في الماوس ده هو انه سعره غالي قوي. غير كده الصراحه كل حاجه كان ماجينال بروز يعني، وحجمه برضو نسبه للبطاريه وهكذا، ونسبه لوزنه ان هو حاجه 60 جرام بس. الماوس ده بيرفكت. السلام عليكم، معاكم سكريبتونايت، كنت كريتور لفريق جي كي اي سبورتس. النهارده انا حابب اقول لكم عن الماوس بتاعي. الماوس بتاعي هو اللوجيتك جي برو ده الوايرلس. سبب اختياري للماوس ده كان عبارة عن حاجة واحدة، ان الماوس مش شيبد، لان انا ليفت هاندد. الماوس مش واخد ناحية اليمين او شكل ناحية اليمين، وفي نفس الوقت اداني الاوبشن ان انا احط الزراير بتاعته على الثمبل بتاع الايد الشمال. فده كان سبب اختياري للماوس طبعا، عشان لايت ويت وسبيد وكده والكلام ده كله. السلام عليكم. طبعا كل الشكر لكل الناس اللي شاركت وساعدتني ان احنا نطلع فيديو بالقوه دي. انا بشكركم كلكم، بشكركم جدا. احنا سمعنا اراء الناس وشفنا الماوسات بتاعتها. شفنا اللي معاه ماوس تقيل وزنه وهو حابب ان الماوس يبقى تقيل، وشفنا اللي معاه ماوس خفيف جدا قد الريشه مثلا، وشفنا اللي معاه ماوس متوسط بس على قد فلوسه، وشفنا اللي اشترى ماوس لان هو معهوش فلوس يجيب اكتر من كده لحد لما يجيب بعدين ان شاء الله. بس كله في الاخر تقريبا اتفق على حاجه واحده بس، هو عايز ماوس وايرلس بسرعة الوايرد وخفيف زي الريشة. كل الحاجات اللي هم كانوا محتاجينها دي هي موجودة بالفعل في ماوسات كانت مع ناس معاهم، وموجودة في الماوس بتاعنا بتاع النهاردة. ماوس النهاردة هو من شركة لوجيتك جي 305، بيجي بسنسور هيرو لايت سبيد، ماوس وايرلس بسرعة الوايرد خفيف زي الريشة. قبل لما ندخل في المراجعة بتاعت الماوس او اللي احنا نشوف الماوس نفسه او اي حاجة، حابب اقول لكم على حاجة مهمة جدا. اي منتج من منتجات لوجيتك دلوقتي عليه الستيكر ده، الستيكر ده هو ضمان سيجما، ضمان سنتين. سيجما بقت شريك للوجيتك في مصر، تقدر تسلمنا الماوس في اي وقت في خلال السنتين في الفرع الرئيسي بتاعنا، حتى لو انت مش شاري الماوس من عندي. يكفي الستيكر ده وسيريال النمبر بتاع الماوس. خلينا الاول نشوف العلبه بتاعت الماوس بتاعنا ونستعرضها مع بعض، ونفتح الباكج بتاع الماوس مع بعض ونشوف كل حاجه موجوده جوه العلبه. اول حاجه موجوده قدامنا دلوقتي هي كرتونه بتاعت الماوس لوجيتك جي 305. الشكل بتاع الماوس برضو باين من بره. الشيب بتاع الماوس ده انا شايفه سيمتري قوي. طبعا الماوس ده بيجي للايد اللي هي السمول، واعتقد لو ميديوم هتشتغل معاك تمام، لان كده كده مسكه الماوس دي يعني المفضله الكلو. خلينا بقى نفتح العلبه ونشوف محتويات العلبه مع بعض. طبعا اول حاجه بيجي لنا هو الماوس نفسه، بيجي في فويل كده جميل جدا شكله روش، وعليه حرف الجي بتاع لوجيتك. طبعا تاني حاجه هنطلعها معانا من الكرتونه هي كتالوج بتاع لوجيتك. انا مش فاهم ليه الصراحه هم بيعملوا كتالوج كبير قوي كده، بس تمام، انا عمري ما قريته في حياتي، واعتقد ان انا مش هقراه في يوم من الايام. بعد كده بيجي لك طريقه تركيب البطاريه في الماوس. بالمناسبه البطاريه بتقعد تقريبا 3 شهور في الماوس. وزن الماوس 100 جرام بالبطاريه اللي بتيجي معاه. الستيكر بتاع حرف الجي بتاع لوجيتك اللي بيكون موجود على اي براند لوجيتك جي، ستيكر هم معروفين بيه زي الفل، اكبر من عيني تقريبا. طبعا بيجي البطاريه بتاعت الماوس، وبيجي اليو اس بي اكستنشن بتاع الماوس ده. خلينا بقى نفتح نشوف الماوس نفسه. شكل الماوس نفسه جميل جدا. طبعا مكتوب هنا كلمه لوجيتك تحت جي 305. ما فيهوش اي نوع من انواع الار جي بي اعتقد، بس هي دي لما تيجي تعمل الماوس نفسه اون بتنور علشان تعمل كونكت، مش اكتر من كده. ما فيش اي نوع من انواع الار جي بي علشان يحافظ على البطاريه بتاعت الماوس. سيمتريه الماوس بالنسبه لي مرضيه جدا. هو انا مش فاهم ازاي ده بس للسمول. انا اعتقد ان انا هستخدم الماوس ده عادي جدا، واعتقد كمان ان الماوس ده هيبقى هو الماوس الاساسي بتاعي من كتر ما هو جميل. الماوس ده انا اعتقد ان هو يشتغل للليفت هاندد تمام، مفيش مشكله. انا مش متأزم منه في ايدي الشمال ولا متأزم منه في ايدي اليمين. كل اللي انا هتضايق منه لو انا بستخدم ايدي الشمال هي الزرارين اللي في الجنب الكاستمايز، اللي انا ممكن اخليهم ماكروز او حاجه. ما اعتقدش ان انا هستفاد بيهم الا لو انا بعرف اتحكم في صباع ايدي الصغير. غير كده الماوس تمام جدا للايد اليمين والايد الشمال. طبعا ماسكه الماوس هتبقى كلو جريب. خلينا نبدا نفك الماوس.
ونركب البطارية بتاعتنا ونشيل الريسيفر هو زي ما انتم ما شايفين الريسيفر اللوجيتك، نوصل الماوس ونشغله على سوفت وير ونشوف الماوس ده بيقول ايه. طيب احنا دلوقتي وصلنا الماوس في الكمبيوتر بتاعنا. ده شكل الماوس اهو G305. ده الماوس بتاعنا. الماوس من اول 200 دي بي اي على السوفت وير لحد ال 12000 دي بي اي. ده ال 12000 دي بي اي بتاع الماوس. طبعا ما فيش بني ادم عاقل هيستخدم 12000 دي بي اي. وعامه ال 12000 وال 15000 وال 25000 وكل الكلام ده انا اعتقد ان هو مسميات. ما فيش بني ادم عاقل بيستخدم ال 25000 دي بي اي. انت بتلعب على ريزولوشن قد ايه؟ 12K. المهم، فانا عامه انا كعارف بستخدم الماوس في ال 400 دي بي اي. خلينا بقى نشوف السكريبتس بتاعت الماوس. كرييت ا نيو ماكرو، نسميه ايه؟ 3 و1. نسميه 3-1. لو انت بتلعب في فالورنت انت ممكن تدوس على الزرار ده يجيب لك النايف بتاعتك، بعد كده يرجع يجيب الاوبريتور. لو انت بتلعب بسنايبر تحديدا الاوبريتور، الموضوع بيبقى اسهل بكتير من ان انت تستخدم الكيبورد. خلاص وصلنا الماوس في الكمبيوتر وفتحنا الجي هاب وتاكدنا ان الماوس اوريجينال، وكمان عملنا اعدادات لينا شخصيا علشان نعرف نستخدم الماوس ده بمنتهى الاريحيه. الدي بي اي بتاع الماوس من اول 200 دي بي اي لحد 12400 دي بي اي تقريبا، حاجه كده. الماوس ده طبعا 1000 هرتز البولينج ريت بتاعه او 1 ملي سكند. ماوس لايت سبيد، ماوس وايرلس زي ما قلت لك بسرعه الواير. ابعاد الماوس ده يا صديقي طول وعرض وارتفاع بتكون 117 في 64 في 38. ماوس كويس جدا لو انت ايدك صغيره او متوسطه تعرف تمسكه كلاو جريب، مفيش اي مشكله في المسكه. وانا بالنسبه لي مسكه الكلاو دي بيكون افضل مسكه للماوس انا تحديدا كاحمد. وطبعا زي ما قلت انا هعيد تاني ان الماوس ده السنسور بتاعه هو سنسور هيرو، افضل سنسور لوجيتك عملته، وهي عامله اصلا السنسور ده للجيمنج ماوس بتاعهم علشان الدنيا معاهم كويسه جدا في السنسور ده. ريسبكت. طبعا الماوس ده فيه اون بورد ميموري، ودي ميزه كويسه بحيث ان انت مش كل مره تستخدم الماوس فيها تفضل تعمل الاعدادات بتاعتك من اول وجديد. الدنيا بتكون محفوظه على الماوس نفسه مش على الكمبيوتر. ده موضوع جامد جدا. طبعا الاكسلريشن بتاع الماوس ماكسيمم 40 جرام، واي بي اس 400 اي بي اس. العيوب اللي موجوده في الماوس انا مش شايفها عيوب قوي، بس لازم اقولها لك علشان الموضوع مش ألطف حاجة في التجربة. لو انت مثلا بتستخدم حاجات وايرلس كتير الريسيفر بتاع الماوس بيضعف، بتحس ان في ديلي بيحصل، بتحس ان الموضوع بيقطع، الماوس بيروح وبيجي. دي مشكلة بتحصل قابلتها لما كان في اكتر من ريسيفر شغال عندي. حاجة تانية انا شايفها مش ألطف حاجة الصراحة، هي ان الماوس ده فيه بروفايل واحد بس. انا لو عايز اسجل 4 بروفايل، عايز اخلي مثلا بروفايل فيه سكريبت الفالو، بروفايل فيه سكريبت الاوفر واتش، حاجه من الكلام ده، هو انا عندي بروفايل واحد بس، وكل لما اغير اللعبه ادخل على البرنامج واغير السكريبتات بتاعتي من اول وجديد. ودي انا مش شايف ان هو موضوع مرضي ليا الصراحه. الماوس ده سعره النهارده وقت تصوير الفيديو ده 1100 جنيه، متوفر عند سيجما كمبيوتر، تقدر تطلبه اونلاين او تزورنا في اي فرع من الفروع بتاعت الشركه بتاعتنا. وتاني احب اشكر كل اللي ساهم في الفيديو ده وكل اللي شارك معايا في الفيديو ده. شكرا ليكم واحد واحد انكم ساعدتوني في حاجه كويسه زي كده. انا بس كنت حابب اخد اراء الناس واشوف ايه افضل ماوس انا ممكن اشتريه ليا انا كجيمر او ككومباتيتيف جيمر ومعيش فلوس قوي وفي نفس الوقت مش متوفر على الحديده. انا احمد عارف ودي سيجما كمبيوتر. اشوفكم في فيديو جديد. سلام.